السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب. الفيديو محمس حدث الفيديو. قولوا ليش؟ لأن قاعد نجهز السيارة حق زلزال. هاي أول جزء نجهز فيه حق زلزال. طبعا هاي الجزء الثالث. الجزء الأول صورنا لكم الأغراض اللي شريناهم. الجزء الثاني عدلنا السيارة بالأغراض اللي شريناهم. الجزء الثالث نبدي نعدل بعد ما عدلنا السسبنشن، نعدل الشكل خارجيا. طبعا الحين راح نعدل الشكل مال الموتر كامل، راح نصبغه كامل الموتر، وراح نركب له لحية اللي هي هذه اللحية إذا تعرفونها. تعرفون لا شباب شنو يعني لحية؟ مرة إذا في السعودية تسمونها لحية أو لا. تمام شباب. فالحين جايين جراج السمكرة. متواجد جراج السمكرة في البحرين. جراج ما شاء الله تبارك الرحمن، الكل يمدحه. احنا راح نجرب شغله وراح نصور لكم. اتمنى اللي طالع الفيديو وخاطره انه يسبغ السياره بسعر رخيص وبسعر قوي، بسعر رخيص وشغل قوي. هاي الجراج ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اشوف الصراحه المواتر اللي عنده ما عليهم كلام. فباذن الله الحين بنزل بصور لكم السياره. ما اريد اشتغلوا عليها او لا. امس في الليل يبنى السياره ما صورنا لكم لان كنا تعابه، وبس يبنى السياره وبعدين رحنا دايركت رقدنا. فالحين راح نتوجه دايركت للسياره وراح نشوف هل اشتغلوا عليها ما اشتغلوا عليها. بودي لهم اللحيه بعد مره واحده. ونسينا مفتاح السياره امس ما حطيناهم. ليتس جو. هلا والله شباب، هلا. شفت الموتر وين؟ الموتر داخل المكان الحلو، جراج سمكرة. واخيرا حق الزلزال يا الربع، حق الزلزال عشان نضبط الموتر صبغته، لان الموتر شوي تعبانه. فقلنا نختار جراج ممتاز علشان ينظف ويعدل ويصقر هالموتر الجميل ذي. باذن الله مشاركين في زلزال. هاي الموتر كام بتشوفونه الحين، بعدين بتشوفونه شلون تغيراته. طبعا راح ننزل بشكل يومين او 3 ايام وترك. طبعا يبنى الموتر هنا علشان نشارك في حق زلزال، نضبط صبغته كامل، نركب له ليتات يدد. واللحية اللي رويتكم اياها في السيارة راح تركب في هاي الجهة تحت هني. طبعا اللحية هني راح تركب تحت. دي كامل، دي اللحية راح تركب هني كامل، هني كامل اللحية راح تركب. تمام. طبعا هاي الجراج اتمنى شباب انه طبعا هاي الجراج شباب يستخدم ما شاء الله تبارك الرحمن اشياء زينه، صبغ زين ممتاز، الصبغ يستخدم لامي ممتاز، صبغ ممتاز، انواع ممتازه جابانيه. طبعا هاي الجراج شوي مظلوم بسبة انه شوي بعيد، او انه مو شوي بعيد، انه في وايد جراجات هني بس ما يقدرون يميزون اي جراج حق سمكرة افضل. طبعا صراحة أنا شفت الشغل اللي عنده ما شاء الله تبارك الرحمن، شغله وايد حلو ونوعيات اللي يجيبها وايد ممتازة. فجبنا له الموتر هني وراح نرويكم بإذن الله النتيجة إذا خلصوا. إن شاء الله قبل زلزال راح يجهز الموتر عشان نوديه حق زلزال بإذن الله. وبس طبعا اليوم ما اشتغلوا عليه، قاعد عندهم سيارة ثانية هني يشتغلون عليها بيكب. فأتوقع يمكن على العصرية، لأن الحين الصبح، فعلى العصرية احتمال أن يشتغلون فيه. فإن شاء الله بنراويكم النتيجة لهاي الجراج لهاي الموتر، إن شاء الله تعجبكم. وأي أحد خاطره بس يتواصل ويانا أو يتواصل معاهم، يقول لهم عن قناتنا، أو مثلا يقول لهم عن بس بوست فريكس اليوتيوب، بوست فريكس اليوتيوب، هم راح يعرفون دايركت. إن شاء الله راح يتفاوضون وياكم في الأسعار بأسعار حلوة بإذن الله إن شاء الله. هاي الحين ونراويكم نراويكم بعدين شلون الموتر يكون. طبعا الموتر ميت الكلير ماله هني، صبغته لا بأس فيها، صوب البيبان، صوب المدقار هني لا بأس فيه بعد. بس الموتر يبي له بشكل عام صباغة كاملة. عندكم فوق هني السقف خلاص مبهت. طبعا شوفوا السقف، شوفوا الحين، شوفوا بعدين. هاي الحين هاي الحين السقف شباب، بعدين ان شاء الله نراويكم السقف شلون بيصير. وبس شباب، الحين وصلنا تقريبا الى هاي الشكل اللي ما اشتغلوا عليه. ان شاء الله بيشتغلون. امس في الليل يبنى السياره، طبعا ما مداهم يشتغلون، تو الحين الصبح توهم فاتحين، فيخلصون ان شاء الله شغل، يخلصون كل شيء ان شاء الله. البروسس اول باول ان شاء الله، اول باول باذن الله.
هني المكان سمكرة، وراح ارويكم الشغل على الموتر اول باول، برويكم اكيد شباب ولا يهمكم. بس يا الربع محتاج دعمكم، محتاجين دعمكم يا الربع. طبعا شباب اللي متواجد في البحرين 100% يعرف جراج او تعرفون محل التنين 100% في منطقة الهملة. تعرفون جراج التنين 100%. وكاسكو الازرق هذه، طبعا كاسكو هناك تلفون ذي اللفة هني تيون حق المحل دايركت. هذه هو المحل دايركت، هذه هني عندكم المحل هكا هو ما شاء الله. طبعا هاي هو المحل مثل ما قلت لكم. كاسكو هناك يصير، التنين يصير ورا، تمشون على التنين تيون عند كاسكو. للي متواجد في البحرين اكيد يعرف المكان ويهني. طبعا اللي خارج برا، اللي هو برا البحرين، اسم الجراج اراك لسمكرة وصباغة السيارات. هذه هو الجراج اسمه اراك لسمكرة وصباغة السيارات. هذه هو الجراج للي خارج البحرين. طبعا يكتبه في جوجل ماب ان شاء الله بيطلع. هاي ارقامهم هني، تواصلوا وياهم. طبعا شباب هاي هي اللحية اللي راح تركب تحت. طبعا اللي يسأل شنو نوعيتها فيبر، في ناس بيقولون ان الفيبر مو زين، او ان الفيبر مثلا ينكسر حزته اذا مثلا يا ضربه في المدقار او في البمبر اقصد، فينكسر مع البمبر مره واحده. بس هاي المتواجد يعني دورنا بشكل كبير ان نحصل لنا بلاستيك، بس بلاستيك ما حصلنا للاسف يعني، فما حصلنا الا الفيبر. خلاص راح تركب ان شاء الله ونراويكم الشكل النهائي للموتر. طبعا البروسيس بيكون بنصور الخطوات ان شاء الله كل يوم راح اصور راويكم الخطوات. تحبون هاي الاشياء ان شاء الله. السلاسل ما راح توقف نهائيا باذن الله يعني. ان شاء الله في موسم زلزال بيجي داينو، بيجي كل شيء جريب. خلاص خلصنا الموتر كامل ونراويكم اداءه ونراويكم اموره كلها باذن الله. بس اللي عليكم تجون هالجراج وما بيقصر وياكم الصراحه يا الربع، لانه وايد عنده سيارات هني فيها حوادث قويه، فيها مثلا صدر مو متناسق، او انه مثلا رشه كامله نفس هذه الرشه يضبطها بشكل يعني وايد حلو.